ده؟ أستاذة إنجي، إيه اللي أنا شايفاه ده؟ دي واقعة على الأرض كده ليه؟ دي ما بتردش عليا. أستاذة إنجي، إيه ده؟ دي ماتت، دي شكلها مقتولة. لا، أنا لازم أبلغ الشرطة بسرعة. أنا مش هلمس أي حاجة. وبعدين يعني معاكِ يا إنجي، إيه يعني نصبتِ عليَّ مثلًا؟ كل ما آجي أطلب منِّك حقي ومكسبي من المشروع اللي أنا مشاركاكِ فيه دوّة، تقولي لي أصلي باخسر، أصلي ما فيش فلوس، هافضل كده لحد إمتى؟ أنتِ مش عارفة إن أنا محتاجة فلوس عشان تعب ماما والعلاج والعملية بتاعتها؟ هاعمل إيه يعني وهاجيب لِك فلوس منين؟ ما أنتِ بتيجي بنفسِك أهو، وبتشوفي إن المكان فاضي وما فيش زباين، يعني باخسر، أجيب لِك بقى مكسب منين؟ حتى راس مالِك مش هاعرف أديه لِك غير لمّا أصفّي المكان الأول. يعني إيه؟ أفهم من كلامِك إن مش بس ما فيش أرباح، لأ ده كمان رأس مالي مش هاعرف آخده بسهولة، أنتِ لمّا جيتِ خدتيه مني خدتيه مبلغ على بعضه بكل سهولة، يبقى من حقي آخده أنا كمان على بعضه وقت ما أحتاج له، ده مش هينفع أصبر واستنى على تعب ماما أكتر من كده، حالتها بتتأخر، لازم تتصرفي لي في أي فلوس بأي طريقة، أنتِ لو ما عملتيش كده أنتِ هتخسريني للأبد وهتزعلي مني كمان، أنا مش هارحمِك. إيه؟ أفهم من كلامِك إنِّك بتهدديني مثلًا. اوعي تنسي إن أنا واخدة منِّك الفلوس من غير أوراق، يعني ما فيش ما يثبت إنِّك مدياني حاجة. لو عايزة أقول في أي لحظة إن ما لكيش حاجة عندي هاقول، بس عشان مراعاةً للعِشرة والعيش والملح تقدري تيجي بكرة هاتصرف لِك كده في أي مبلغ عشان خاطر مرض والدتِك مش أكتر. في إيه يا حسين؟ إيه كم الاتصالات دي كلها؟ كل شوية ترن عليا عايزة أشوفك ضروري، عايزة أقابلك. هو أنت مش عارف إن أنا شغالة، وقتي مش ملكي ومش فاضية؟ إيه يا إنجي عادي وحشتيني يعني وبعدين عايزة أتكلم معاكِ في موضوع جوازنا والتجهيزات والعفش اللي هنشتريه، كل ما نيجي نقعد نتكلم تقولي مش فاضية مش فاضية، أمال هنجيب الحاجات دي إمتى؟ أنا مش عارفة أنت مستعجل على إيه. ما براحتنا، هو في حد بيجري ورانا؟ إحنا لسه في فترة الخطوبة، يعني ناخد وقتنا براحتنا، نتعرف على بعض، نفهم بعض، وخطوة الجواز دي تيجي براحتها. وبعدين مش هنقف نتكلم في الشارع كتير. يلا بقى ندخل جوه المطعم عشان شكلنا كده بقى مش حلو. إيه ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ دي إنجي، إيه اللي جابها هنا ومين اللي هي واقفة معاه ده؟ إنجي، أنتِ بتعملي إيه هنا؟ سعيد، إيه اللي جابك هنا؟ مين ده يا إنجي وعايز منِّك إيه؟ أنا اللي ممكن أعرف أنتِ بتعملي إيه هنا ومين الأخ ده وقاعدة معاه بصفتِك إيه؟ قاعدة معايا بصفة إن هي خطيبتي يا أستاذ، ممكن أعرف بقى أنت اللي تبقى مين وبتتكلم كده ليه معاها وإيه الطريقة دي وبتزعق كده ليه؟ أنت تبقى مين أصلًا؟ إيه؟ بتقول إيه؟ خاطبها؟ خاطبها إزاي يعني؟ أنا اللي أبقى خاطبها مش حد تاني، ما تتكلمي يا ست هانم وقولي مين فينا يبقى خطيبِك؟ أنتِ بتتخاطبي الاتنين في نفس الوقت إزاي؟ ما تتكلمي انطقي. أيوه، حسين يبقى خطيبي مش أنت. أنا فسخت خطوبتي منك خلاص، واتخطبت له هو. ومن النهارده أنت من طريق وأنا من طريق، وملكش الحق إنك تتكلم معايا بالطريقة دي. أنا حرة أعمل اللي أنا عايزاه. لقيت نفسي مش عارفة أكمل معاك، ولقيت نفسي مع حسين اتخطبت له. ممكن بقى ما تحاولش تتعرض لي تاني، وأنا من طريق وأنت من طريق. يا مجرمة، إزاي تعملي حاجة زي كده؟ إزاي تفسخي خطوبتك مني من غير ما تقوليلي وتعرفي واحد تاني غيري وكمان تتخطبيله؟ انت ضحكتي عليا، انت كنت بتستغليني، انت استنزفتي كل أموالي، كل حاجة شاورتي عليها كنت بجيبها لك، كل حاجة كنت عايزاها ما كنتش بأخرها عنك، وكنا خلاص بنجهز للجواز وفي لحظة كده تفسخي خطوبتي مع نفسك وتتخطبي لغيري. أكيد طبعا هتعمليه هو كمان سلم وتستغليه عشان توصلي لأغراضِك واللي أنتِ عايزاه، وفي أي لحظة هترميه وتعرفي غيره. أنا عرفتِك على حقيقتِك، بس أنا مش هاسيبِك، أنا هانتقم منِّك، يا إما ترجعي لي كل حقوقي وكل حاجتي اللي خدتيها مني، يا إما هاقتلِك، سامعة؟ أنا هانتقم منِّك. لا غريبة مش شايفة إنجي في المكان يعني، كانت موعداني على النهاردة إن هي تبقى موجودة ومجهزة لي فلوس. أنتِ ما تعرفيش والّا إيه؟ الأستاذة إنجي خلاص مضت النهارده عقد بيع المكان، وقبضت الفلوس اللي كانت متفقة عليها مع الراجل، ومشيت خلاص وما لهاش أي علاقة بالمكان هنا ومش هتيجي تاني. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ باعت المكان؟ هي كانت بتقول لي امبارح إن هي لسه بتفكر تبيعه، إزاي بالسرعة دي؟ يبقى هي كانت ناوية تبيعه مخبية عليا، أيوه أنا كده عرفت، وهي مشيت وما سابتليش فلوس، يعني هي كانت ناوية تغدر بيا وتسرقني، أنا مش هاسكت لها، أنا لازم أنتقم منها.
باقول لك إيه، شغلك مش عاجبني كده، من الصبح واقف لي في حتة واحدة ما بتتحركش، أنا خلّيتك في المكان هنا وما رضيتش أمشّيك بعد ما اشتريته عشان ما اقطعش عيشك، لكن تشتغل بضمير، كل شوية توقف لي مع حد تتكلم، ودلوقتي بتتلكع، أنا ما ينفعنيش الكلام ده، وبعدين ما توقفش مع الزباين في المحل، إيه الزبونة اللي كانت موجودة من شوية وعمّالة تزعق وتهلل دي؟ لا، لأ، حضرتك دي مش زبونة، دي الأستاذة آية اللي كانت مشاركة الأستاذة إنجي اللي باعت لحضرتك المكان، في خلافات بينهم كده على فلوس والشراكة اللي بينهم نصبت عليها في فلوس وكانت عمّالة تتوعد إن هي هتنتقم منها وكده. كده يا إنجي أنا تعملي فيا كده؟ ماشي، فاكرة إن أنا مش هعرف أوصل لك يعني؟ أنا مش هسيبك في حالك، أنا هفضل مستنياكي قدام البيت هنا لحد ما تيجي. إيه ده؟ آية؟ أنتِ واقفة كده ليه؟ إيه اللي جابِك هنا؟ وإزاي تقفي بالطريقة دي قدام البيت؟ والجيران تقول إيه والناس اللي رايحة واللي جاية يفتكروا إيه يعني؟ يفتكروني ناصبة عليكِ مثلًا والّا أنتِ مدايناني؟ أيوه، ما هي دي الحقيقة، أنتِ فعلًا ناصبة عليَّ، وأنا فعلًا مدايناكِ، فين فلوسي؟ ما قُلتليش ليه امبارح إنِّك هتبيعي المحل النهارده، وبعدين أنتِ وعدتيني أروح لِك المحل على أساس إنِّك هتتصرّفي في فلوس عشان عملية ماما، ولمّا رُحت المحل ما لقيتكيش واكتشفت إن أنتِ بِعتيه، هو عشان أنا مش ممضياكِ على ورق وما فيش حاجة تثبت هتلوعيني في فلوسي وفي حقي؟ بِعته، وبعدين هو في إيه؟ وأنا كان لازم آخد منِّك الإذن الأول والّا إيه؟ عشان الكام جنيه اللي أنتِ مدياهم لي، وبعدين ما فيش ما يثبت إنِّك مدياني حاجة، اثبتي بقى، أنا بِعت خلاص المكان وخدت الفلوس، ورّيني بقى هتثبتي إزاي، وهو ده اللي عندي. أنتِ بتعملي معايا أنا كده وأنا صاحبتِك واكلة معاكِ عيش وملح، ده أنتِ حتى عارفة أنا عايزة الفلوس لإيه، فلوسي وحقي ده أنا مش جاية آخدهم منِّك سلف، ماما تعبانة وهتعمل عملية ومحتاجاهم ضروري، ماما لو حصل لها حاجة أنا مش هاسكت لِك، مش هارحمِك، سامعة؟ آخر كلام عندي هاقوله لِك وآخر فرصة ليكِ، فلوسي بكرة تبقى عندي، لإن لو ده ما حصلش هتندمي ندم كبير أوي، هيبقى آخر يوم في عمرِك، سامعة أنا باقول لِك إيه؟ آخر يوم في عمرِك. ياه! إيه ده؟ ده أنا اتأخرت أوي النهارده في شرا الطلبات، ربنا يستر وست إنجي ما تقعدش تزعق حكيمية على طول متعصبة، الحمد لله جهزت لها الفطار بقى أطلع أقول لها بسرعة عشان ما تتأخرش على مواعيدها وتتنرفز عليَّ. إيه ده؟ غريبة، هي راحت فين؟ دي مش متعودة تقوم إلا لما أنا آجي أصحيها الأول، معقولة تكون قامت لوحدها بدري ونزلت في الجنينة تحت؟ أما أنزل أشوف. إيه ده؟ أستاذة إنجي، إيه اللي أنا شايفاه ده؟ دي واقعة على الأرض كده ليه؟ دي ما بتردش عليا، أستاذة إنجي، إيه ده دي ماتت، دي شكلها مقتولة، لأ أنا لازم أبلغ الشرطة بسرعة، أنا مش هلمس أي حاجة. ألو، قسم الشرطة، أنا عايزة أبلغ عن جريمة قتل. أيوه هقولك العنوان دلوقتي، أنا اللي شغالة، أنا كنت برا وجيت ولقيت الست هانم مقتولة في الجنينة، تعالوا بسرعة. إحنا جالنا بلاغ في قسم الشرطة إن في جريمة قتل هنا، وأنا جيت بنفسي أتحرى عن الموضوع الأول قبل ما أطلب قوة أو إسعاف أو حملة، ممكن أعرف مين اللي قدم البلاغ وفين هي الجريمة دي؟ ممكن أشوف الجثة؟ أيوه يا فندم، فعلًا أنا اللي بلّغت قسم الشرطة، البلاغ مش كاذب، أنا مش باكذب على حضرتك، تعالَ بنفسك وشوف الست إنجي مقتولة جوّه في الجنينة، عاين بنفسك أنا ما لمستش حاجة خالص. عمليات عمليات، حملة بسرعة، قوة بإذن النيابة في العنوان المذكور وعربية إسعاف. عملتوا إيه يا شريف؟ وتوصلتوا لإيه في قضية المجني عليها إنجي؟ القضية بقت خطيرة جدًا وهامة الرأي العام والحي كله، أنا بعتوني مخصوص عشان أتابع القضية ديّة، الجريمة حصلت في حي راقي جدًا ومعظم سكانه من كبارات البلد والمسؤولين، عشان كده هم قلقانين جدًا إزاي حاجة زي كده تحصل، لازم نوصل للمجرم بأسرع وقت.
حضرتك يا فندم إحنا مش ساكتين، إحنا عاملين تحريات مكثفة وشاملة عشان نوصل للمجرم في أسرع وقت ممكن، والتحريات أثبتت إن في 2 مشتبه فيهم، إحنا دلوقتي في انتظار إذن النيابة للقبض عليهم، أولهم يبقى سعيد اللي كان خاطبها في الأول وفسخت الخطوبة معاه واتخطبت لواحد تاني اسمه حسين، اتخانقوا مع بعض في المطعم قدام الناس وهددها إن هو هينتقم منها، إنه هياخد حقه ومش هيسيبها في حالها، والكلام ده كان عليه شهود الناس اللي موجودة في المطعم وخطيبها. والاشتباه التاني يبقى في صديقتها وكانت مشاركاها في سوبر ماركت وقالوا إن هي نصبت عليها في فلوس وكانت دايما بتهدد بالانتقام منها. راحت سألت عليها في المكان والولد الساعي اللي هناك اللي بينظف المكان أول ما قال لها إن هي باعت المكان قعدت تحلف إن هي تنتقم منها ومش هتسيبها في حالها. حتى صاحب المكان اللي كان قاعد على الكاشير شاهد على الكلام ده لأنه سمعها. ده بخلاف طبعا إن في شهود تانيين سمعوها وهي واقفة بتهددها قدام بيتها وبتقول لها لو ما جبتيش حقي في الفلوس أنا هاقتلِك. ومستنيين إيه؟ ما اتحركتوش لحد دلوقتي ليه؟ وإيه اللي مأخّر إذن النيابة كل ده؟ مستنيين لمّا حد فيهم يهرب؟ لازم تقبضوا عليهم فورًا وتحققوا معاهم عشان توصلوا مين المجرم فيهم اللي عمل الجريمة دي. باقول لكم إيه، استنوا هنا، رايحين فين؟ الذكي اللي فيكم وعارف مين هو القاتل الحقيقي يكتب لي في التعليقات، واللي هيجاوب صح هانزّل اسمه في غلاف الجزء التاني، لإن إحنا هنعرف في الجزء التاني مين هو القاتل الحقيقي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك عشان نكبر بيكم وبدعمكم.